إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في الكورس ده هنقرر إن إحنا هنشتغل على make.com ونتعلم الأوتوميشن. يعني إيه أوتوميشن؟ ويعني إيه أتمتة؟ ويعني إيه جانتك؟ ويعني إيه AI انجينير؟ ويعني إيه بعض المفاهيم الكتيرة اللي ملخبطانا في المجتمع بتاعنا الفترة دي. ده اللي إحنا هنركز عليه. وإزاي تقدر تعمل عمليات أوتوميشن أو أتمتة أو عمليات متكررة بتعملها في يومك تخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يقوم بيها. تعالى بقى نفهم الموضوع. أول حاجة هنتكلم عنها يعني إيه AI agent ويعني إيه work flow، ولازم تفهم الحتة دي لأن المصطلح ده منتشر الفترة دي. كل الناس تقول لك AI agent AI agent AI agent، ويعني إيه AI agent ويعني إيه work flow وإيه هي الورك فلو اللي إحنا بنتكلم عليها. ركز بقى في الحتة دي. ال AI agent هو وكيل ذكاء اصطناعي بيقوم بشغلانة انت بتعملها، يعني دوره ان هو يقوم بالوظيفة اللي انت بتقوم بيها. ولكن هنا ال AI agent فيه جزء ذكاء اصطناعي، يعني هيفكر وياخد القرار مكانك بناء على بعض الادوات والحاجات اللي انت مديها. طيب، اما بالنسبه للورك فلو هنا هي نفس العمليه ولكن بدون اتخاذ قرار، بدون ذكاء اصطناعي، يعني بخلي الكمبيوتر يقوم بنفس العمليه. طيب تعالى ندي مثال. لو انا كل يوم الصبح باجي افتح الايميل بتاعي عشان اشوف ايه اللاست ايميلز اللي جات لي، هنا ببدأ أعمل ورك فلو للكمبيوتر إنه أول ما يجي الصبح الساعة في ساعة معينة يفتح الكمبيوتر، إن هو يفتح أول أبلكيشن عنده الإيميل سواء أوتلوك أو الجيميل، أو ده بعد كده إن هو يبدأ يفتح إيميل ويعمله أون ريد ويعمله أنا آسف ريد، يعني إن هو اتقرأ. ولكن ال AI agent هنا بشكل مختلف. الاي اي ايجنت هنا ممكن يقرا الايميلات ويلخصها ويبعت لي التلخيص. طيب، هنا انا استخدمت الذكاء الاصطناعي انه يقرا ايميل. اما في الورك فلو هو بس مجرد انه فتح الابلكيشن، فتح الايميل وعلم على الايميل انه اتقرا، لكن هل هو اتقرا؟ هل انا عرفت ايه اللي جوه الايميل ده؟ لا. ولكن هنا في الاي اي ايجنت ممكن ان هو يقرا ايميل ويلخصه. كمان ممكن يرد على الايميلات، في الورك فلو ممكن يرد على الايميلات ولكن هيكون رد واحد، يعني مش هيبقى مرتبط بالموضوع، زي كانك بتكلم شات بوت. اول ما بتطلب منه تقول له لو سمحت انا عايز المنيو بتاعت المطعم، فبيطلع لك الاسئله او الاجابات اللي هي الثابته عنده. ده ممكن يكون أو اللي هو الشات بوت قايم على الورك فلو. اما الاي اي ايجنت بيفكر، بيركز، بيشوف تطلباتك ايه ويقدر انه يحدد بناء عليها ايه الخطوه اللي جايه. يعني مش كل عميل هيبقى قصاده نفس الخطوه زي اللي موجوده في الشات بوت، كل واحد هيختلف. عشان كده بنقول لو انا عايز ردود تفاعليه، ردود مختلفه، انا هضطر اعمل اي اي ايجنت. اما لو انا بتكلم على ردود ثابته وتمبلتس انا اللي بعملها، يبقى دي اسمها ورك فلو. فلو فيها ذكاء اصطناعي يعني فيها تفكير، فيها اتخاذ قرار، نقول عليها اي اي ايجنت. لكن هي لو من غير ذكاء اصطناعي نقول عليها ورك فلو. طيب، انا اقدر اعمل الاي اي ايجنت او الورك فلو؟ طبعا عندنا برامج كتيره او عندنا ويب سايتس كتيره بتدعم لي خدمه ان انا اعمل الاي اي ايجنت والورك فلو، وكلهم سهلين. ولكن من غير برمجه هتقدر تعمل اي اي ايجنت او ورك فلو في الكورس بتاعنا. عشان كده بقول لك ركز قوي معانا في الكورس دوت. تعالى نبدا باول منصه ويعتبر اسهلهم، تمام؟ المنصه بتاعه ميك. ليه هي تعتبر الاسهل مع ان في عندنا منافسين زي زابير وزي ان ات ام؟ اول حاجه ان هي الميك مركزه قوي على الورك فلوز، وعشان كده هتلاقيها واضحه وسهله ان انت تفهم منها الورك فلو بطريقه سهله.
تقدر بعد كده تركز في ان ات ان لانها هتكون مهمه قوي عشان تبني الاي اي ايجنت بتاعك. وهنا ده الفرق، لو انا بتكلم على اي اي ايجنت ارشح لك تشتغل على ان ات ان، ولو بتتكلم على الاوتوميشن از ورك فلو يبقى ركز على ميك، لان ميك سهل. كمان ان ات ان سهله، ولكن احنا هنخش في الكورس بتاعنا على الجزء بتاع ميك، وان شاء الله في كورس تاني هنشرح ان ات ان. يلا بينا نشوف ازاي نسجل على الويب سايت بتاع ميك. اول ما بفتح الويب سايت بتاع ميك دوت كوم بيطلع لي السكرين اللي قصاد حضرتك دي، وهنا انا بقدر استخدم الايميل بتاعي عن طريق ان انا اقول له لوجن، واستخدم الايميل الشخصي بتاعي سواء جيميل سواء اوتلوك سواء ابل كلاود، ايا كان شكل الايميل بتاعك تقدر تشترك بيه على ميك. فتاني الموضوع مش صعب، يا اما تعمل ايميل وتقول له كرييت ان اكونت، او قول له ساين ان وذ ايميل، الايميل بتاع الجيميل بتاع الفيسبوك بتاع جيت هاب والاس اس او. فمفيش اي مشكله ان انت تقدر تسجل باي ايميل انت عايزه. انا هعمل ساين ان واسم ايميل بتاع الجيميل بتاعي او جوجل. هيبدا ياخد مني البرميشنز، خلي بالك مهم جدا تديله البرميشن عشان يقدر يدخلك. بعد ما تديله البرميشن هيفتح عندك الواجهه اللي قدامك دي. في الواجهه اللي قدامنا دي بيشرح لي بعض الحاجات. خلي بالك ان ات ان يعتبر مجاني، ولكنه برضه خلي بالك ان هو ليه امكانيات ان هو يكون بفلوس. طيب افهم ازاي؟ يعني ايه؟ انا بشترك في هنا في الكورس بتاعي على الخطه المجانيه، وهشرح لك على الخطه المجانيه بتاعت ماك. يعني انت مش محتاج ان انت تدفع، ولكن تقدر لو انت امكانياتك او متطلباتك او متطلبات شغلك هتعدي الخطه المجانيه، تقدر ان انت تدخل وترفع الامكانيات بتاعتك وتشتري الخطه اللي بفلوس اللي هي السبسكريبشن. خليني نيجي هنا واشرح لك الواجهه اللي قدامنا. الواجهه اللي قدامنا بسيطه جدا. هو هنا بيتكلم الكريدت اللي عندي، ودي 1000 كريدت. خلي بالك 1000 كريدت معناها 1000 عمليه او 1000 خطوه يقدر ان هو يعملها، وده الكريدت المجاني. ما بعد ذلك بيكون بفلوس. بيقول لي ان ال 1000 كريدت دول بيتجددوا كل شهر، فبيقول هنا قدامي قد ايه على التجديد. وركز قوي في الحته دي ان هو بيديني اتنين سيناريو يكونوا اكتف. يعني انا اقدر اعمل تو ورك فلو يكونوا اكتف. طيب لو انا عندي ثلاثه او اربعه، للاسف تختار منهم اتنين بس اللي يكونوا شغالين، اما الباقيين احتفظ بيهم جوه الويب سايت بتاعك او جوه الاورجنايزيشن بتاعتك، لكن اتنين بس اللي هيكونوا شغالين، والاتنين دول هيكونوا شغالين على ال1000 كريدت. هو هنا بيقول لي ان الافريج ديلي يوز حوالي 3 كريدت، يعني انا بستخدم 3 كريدت كل يوم. طيب انا ببدا اركز قوي هنا ان انا عايز اخش على السيناريوز، والسيناريوز هنا مقصود بيها الورك فلوز بتاعتي. انا ممكن ادخل على السيناريوز، هيجيب لي هنا الورك فلوز اللي انا بشتغل عليها. هو بيقول لي ان انا عندي هنا تو ورك فلو، الورك فلو الاولانيه ودي اسمها، والورك فلو الثانيه ودي اسمها. طبعا انا لو عندي اكتر من ورك فلو هيظهروا لي هنا. كلمه اون واوف معناها ان هم مش اكتف، فانا لو عايز اعملهم اكتف بخليها اون، لو انا مش عايز اخليها اكتف بخليها اوف. خلي بالك مهم جدا. اوقات كتيره جدا الناس بتعمل سيناريوهات او ورك فلوز على الميك على الويب سايت، وللاسف بينسوا يعملوه اون، وعشان كده ما بيشتغلش. طيب تخيل كده معايا ان انا عندي تمبلتس حاجات جاهزه شغاله. لو انا دخلت على التمبلتس الاحظ ان انا في سيناريوهات كتيره جدا جاهزه اقدر ابني عليها. خلي بالك السيناريوهات دي جميله جدا وبتكون مفيده وبتديك افكار، ولكن انا دايما بحب ابني السيناريو بتاعي بالطريقه اللي تريحني. ولكن تاني باكد عليك السيناريوهات دي هتديك افكار،
يعني هنا السيناريو ده بياخد من على الار اس اس كل المعلومات الجديده النيوز فيد، وبيعملها لك بوستات وبينزلها لك على الفيسبوك بيج بتاعتك. فانت هتديله المدونات اللي انت مهتم بيها، واول ما بينزلوا بوستات جديده بياخدها وبينزلها البوستات دي على الفيسبوك. دي حاجه جميله جدا ان انت تزود الريتش بتاعك او تحط بوستات من غير ما تكون انت اللي قاعد بتحط البوستات، يقدر الميك يخش مكانك. بعض الحاجات التانية هنا تشات جي بي تي هيلينك لينكد ان بوست ينزلها لك على لينكد ان. طيب هنا دي ممكن نعتبرها في الحته دي بالذات، ممكن نعتبرها اي اي ايجنت، لان بقى فيه وكيل ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي هو اللي بيكتب وبيفكر وبينزل البوستات. طيب نيجي هنا، عندي هنا ان انا اقدر اسيف اي تليجرام فايل على جوجل درايف. يعني بمجرد ما يبعت لي ملف هعمل له شيرنج على البوت بتاعي على التليجرام هيروح يرفعه على الدرايف اوتوماتيك. دي حاجه كويسه جدا، يعني ان انت تقدر تسيف ملفات من غير ما تنزلها عندك على الجهاز وترجع ترفعها على الدرايف، هي تبقى اوتوماتيك بتترفع دايركت. هنا ان انا لما يجي لي ايميل جديد يبعت لي على التليجرام، الناس اللي مش باصه على الايميلات بتاعتها او مش بتبص على الجيميل بتاعها، ده معناه ان انت محتاج كل شويه حد يفكرك ان انت جالك ايميل جديد. طيب تقدر تعمل ده مع تليجرام، او ممكن واتساب، او ممكن مع حاجات تانية كتيره. وعشان كده بنقول ميك هيسهل حاجات كتيره جدا في حياتك، وعشان كده محتاجين منك ان انت تركز معايا في المحاضرات اللي جايه عشان تبدا تشتغل وازاي تعمل اول ورك فلو في شغلك.